تضربها وكده، واحنا بنجمعهم هنا. ده هو العدد قليل كمان عشان احنا كنا بناكلهم الساعه 3 بالليل. طب انا على فكره حضرتك يا استاذ عاصم، انا اصلا جيت لك ليه اصلا؟ انا كل شويه بعدي هنا كل يوم بلاقي حضرتك بتاكل القطط، فانا حبيت ان انا اصور معاك واظهر ده للناس. لا احنا كنا على طول يعني باكلهم الساعه 3 الفجر، وده انسب مكان الوقت لهم ايه اللي هم ياكلوا الفجر. ليه؟ بيبقى الجو هادي، مفيش حد راح ولا جاي، ومفيش عربات كتير عشان القطط بتداس عليها. فاحنا دلوقتي عشان بقيت باكلهم بدري عشان الشتاء، ده اول حاجه. تاني حاجه بقيت بودي القطط في اماكنها. يعني الاول اللي في السوق كانوا بيجوا لنا، واللي هنا كانوا بيجوا لنا، فاحنا بقيت بروح لهم عشان العربيات ما تخبطهمش، فتلاقي العدد قل شويه. لان ايه، انا بقيت بودي لهم زي نظام ديليفري كده. انت حضرتك بتاكل هنا في المنطقه هنا بس ولا في مناطق ثانيه؟ لا، بوزع عليه بعد ما دول ياكلوا، بوزع على المناطق الثانيه. المناطق الثانيه دي بقى بودي لهم عشان ما يجوش. كان الاول بيجوا لنا عربات